من المحكات الحقيقية لأن تكشف نفسك وأخلاقك ليس أن تنظر إليها في تعاملها مع من تحتاج. انظر إلى نفسك في تعاملك مع من يحتاج إليك، مع الناس اللي أقل منك. وإن كان تعاملك مع الناس اللي أنت محتاجهم تهلي وترحب، ومع الناس اللي أنت ما أنت محتاجهم أو هم محتاجينك تصد وتترك، فراجع قلبك. ابن عباس يقول: رجل لا يجازيه عني إلا الله بالجنة. هل هو واحد خادمك؟ هل هو واحد مفرج عنك؟ قال: لا، إنما هو رجل بات ليلته يتقلب في همه، عنده دين، عنده مشكلة، فلما أصبح لم يتذكر إلا أنا فجاءني لأقضي له حاجته. وكان السلف إذا رأوا المسكين والمحتاج أقبل عليهم قال: مرحبا بمن يأخذون بأيدينا إلى الجنة.